السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا نعمل حاجة بقى حلوة قوي لزوم الحر اللي احنا فيه، واقتصادية جدا. هنعمل كيكة بصوص الشوكولاتة. معايا 2 حبة من البيض طبعا بدرجة حرارة الغرفة، معايا فانيليا، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا كوباية الا ربع زيت، ومعايا كوباية سكر، ومعايا دقيق، وهناخد كوباية لبن. تمام. طبعا الدقيق هناخد كوبايتين، مش اكتر من كوبايتين. انا حطيت كوباية. اهم حاجة ان احنا ننخل الدقيق عشان ندخل فيه هواء، عشان يخلي الكيكة بتاعتنا مفرغة كده وحلوة، متبقاش مكتومة. بصوا اهم كوبايتين دقيق. مفيش اسهل من كده واسرع من كده. عايزة اقول لكم سريعة، مش مكلفة. عايزه اقول لكم بجد اسفه جدا ان صوتي تعبان. انتوا عارفين البرد مش سايب حد اليومين دول خالص، يعني ربنا يعافينا يا رب كلنا. خلاص انا كده نخلت كوبايتين دقيق، مش هاخد اكتر من كوبايتين. هنزل بكيس البيكنج باودر او كيك شيف. انا بصراحه بفضل في كيكات الكيك شيف. تمام. ومعايا كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، اللي هو الاسباني، ما يكونش محلى. تمام. هنزل بيه، يعني كده كوبايتين دقيق، كيس كيك شيف، كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام الاسباني. تمام، من غير سكر خالص. بيتجاب من عند العطار، حلو جدا. هننخل بقى كل المقادير دي مع بعض اهو بالشكل ده. هننخل اي حاجه بنعملها. هحط حاجه بسيطه خالص من الملح. تمام. هنقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه، اللي هو الدقيق والكيك شيف والكاكاو ورشه الملح الصغيره. تمام. هنركنه بقى على جنب. بصوا بقى لونه عامل ازاي. هو ده اللي انا عايزاه. احنا عايزين كيك شوكولاته غامق، عشان كده قلت لكم استخدموا في الوصفه دي كاكاو اسباني، او الكاكاو الغير محلى. تمام. هنركن بقى المقادير دي ونشوف المقادير السائله بتاعتنا هنعمل ايه. وهعمل لكم النهارده صوص شوكولاته تحفه تحفه تحفه. ينفع معاكي لاي تزيين، تورت، تزيين اي حاجه انت بتعمليها. هنجيب معانا البولة بتاعتنا، هننزل فيها بالبيضتين. طبعا اهم حاجة المقادير بتاعتنا بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكونش طالعة من التلاجة. يعني البيض معايا من درجة حرارة الغرفة، اللبن معايا بدرجة حرارة الغرفة، عشان الكيكة تطلع معاكي ناجحة وحلوة. اهم حاجة المقادير تكون يعني سايباها بره. لو عندك في التلاجة طلعيها قبلها بساعة بساعتين كده، قبل ما تشتغلي في الوصفة بتاعتك. تمام. حطيت هنا البيضتين، وحطيت ورقة فانيليا، ونزلت بكوباية سكر. ونص كوباية تاني سكر. ليه؟ عشان خاطر الكاكاو معانا غامق، وطبعا مش مسكر، فاحنا عايزين الكيكة بتاعتنا ما تبقاش السكر بتاعه قليل ونحس بمرارة الكاكاو. لا، احنا هنحط كوباية ونص من السكر عشان تعادل معانا الكاكاو بتاعنا. نزلت بكوباية الا ربع زيت، ونزلت بكوباية حليب. هنضرب بقى المقادير الحلوة دي كلها مع بعض كده. هنجيب البولة عشان ننقل فيها بقى، عشان نعرف نقلب بقى المقادير الحلوة دي مع بعض. هنزل بالدقيق والحاجات الجافة، وهنزل عليها بالحاجات السائلة اهو. مفيش اسهل من كده والله، ولا اسرع من كده. عايزه اقول لكم المقادير دي انا عملت بيها صينيتين، طالعين السمك بتاعها حلو جدا جدا جدا، زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. هنضرب بقى الكلام ده كله حلو كده، زي ما انتم شايفين طبعا في اتجاه واحد. يا بناخد اتجاه اليمين يا اتجاه اليسار. اهم حاجه يكون اتجاه الكيكه في يعني. بعد ما ضربنا بقى كل المقادير في اتجاه واحد، هننزل بكل الاطراف اللي على الصينيه. جبت صينيتين، آه الصينيه مستطيله، يعني الصينيتين مستطيلين، وحطيت فيها شويه من اي ماده دهنيه، ونزلت بالمقادير على نصين، يعني على صينيتين. دي الصينيه اللي هي الحجم الكبير، والصينيه التانية اللي اصغر منها على طول. طبعا في المرحله دي، وقبل ما بنبدأ في عمايل الكيك، بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180، عشان الكيك بتاعنا هيقعد تلت ساعة على الشبكة اللي في النص. هنعرف ان هو استوى ازاي بعد تلت ساعة. هنحط ستيكس كده فيها، او عصاية شيش طاووق، هنتأكد ان هي استوت معانا تماما. هنطلعها ونسيبها ترتاح خالص، وبعد كده هنعمل المقادير التانية معانا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هروح بقى احطها على الشبكة اللي في النص. طبعا الفرن بيكون والع مسبقا. تمام. آه
كده هتطلع سمكها حلو قوي. انا مش عايزه سمكها عالي قوي او واطي قوي، انا عايزاه سمكها زي ما انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو. تعالوا بقى نعمل صوص شوكولاته. تعالوا بقى نعمل صوص شوكولاته حلو قوي، ينفع لتزيين تورت، يعني تحطيه على اي كيك عاملاه. حلوه قوي. انا الاطفال عندي بياخدوه بيعملوا سندوتشات بياكلوها، بتبقى حلوه جدا. حطيت كوبايه من الحليب ونفس الكوبايه لبن. حطيت كوبايه صغيره من الكاكاو الخام اللي مش محلى، الغير محلى. وحطيت 3 معالق لبن بودره، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت. تمام. ما عندكيش كبه في الخلاط بتاعك العادي خالص، اضربي فيه هيطلع تحفه تحفه تحفه. بصوا، عايزه اقول لكم طلعت جميله جدا جدا. لو جايلك ضيوف عايزه تعملي لهم حاجه كده تحليه في الحر اللي احنا فيه، حلوه وسريعه واقتصاديه، وبتعمل يعني كميه كبيره. تمام. هنضرب بقى المقادير دي حلو كده كده. خلاص بعد ما ضربت كمية الصوص الشوكولاتة، بصوا شكلها عامل ازاي. ما شاء الله عملت لي كمية حلوة قوي. انا طبعا هاخد الكمية اللي هحطها على صينيتين الكيك، والباقي بحطه في برطمان ازاز كده في رف التلاجة، بيقعد معانا بالاسبوع والاسبوعين. تمام. يعني حلو قوي. بصوا عامل ازاي. انا عندي ما شاء الله الولاد ما بيخلوهوش طول ما قاعدين بصراحه بياخدوا منه. انا حسيت ان سمكها تقيل قوي، فحبيت ان انا اخفها شويه بشويه لبن. يعني كل ما تلاقي السمك بتاعها تقيل هتخفيها بلبن، كل ما تلاقي السمك بتاعها خفيف هتزودي زيت. تمام. يعني العكس، لو تقيل بنحط لبن، لو خفيف بنحط زيت، عشان الزيت بيتقلها معانا. بصوا سمك الكيك لما طلع معايا، عايزه اقول لكم الكيكه طالعه هشه وجميله، ومعموله ببيضتين بس. عملنا صينيتين حلوين جدا، عاملين كميه معانا حلوه. بصوا انا اختبرتها قدامكم بالستيكس بتاعت الشيش طاووق، ما فيهاش اي حاجه، نظيفه جدا. انا هقطعها كده وبعد كده هنزل بصوص الشوكولاته، عشان عايزه صوص الشوكولاته ينزل في كل حته في قلب قطعه الكيكه. بصوا عامله ازاي تحفه، كانت تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى صوص الشوكولاته عامل ازاي. يعني بصوا انا خفيته كمان بلبن، وكان لسه كمان معايا تقيل، يعني واخدين بالكم. وكل ما يقعد كمان في التلاجة بيتقل تاني. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده، تحلية سريعة في الصيف. بصي التزيين بتاعك زي ما تحبي. انا خلاص انا كده بعد ما حطيت الصوص الشوكولاته فردته على صينيه الكيكه كلها. جبت حبه شوكولاتات ملونه عندي. بصي اللي عندك حطيه، يعني التزيين ده اختياري بتاعك. انا حبيت بصراحه التزيين ده عشان يكسر اللون الشوكولاته. تمام. انتي عايزه تكتفي بس بالصوص الشوكولاته تطلع تحفه، مش هتختلف في حاجه. بس بصراحه انتوا عارفين عشان التصوير فالعين بتاكل قبل البق، فبحب ازين لكم الحاجه. تعالوا بقى نطلع قطعه كده من الكيكه كده ونشوفها عامله ازاي. عايزه اقول لكم سمكها حلو جدا 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 على فكره، مش يعني مش واطيه ولا عاليه، هي سمكها وسط حلو قوي، هو ده اللي انا كنت عايزاه. عشان كده قسمت المقادير على 2. لو انت عايزاها اعلى من كده خلي المقادير اللي احنا عملناها كلها صينيه واحده، بس انا حبيت بصراحه الصين كده. بصوا عامله ازاي، رهيبه. الكيكه طريه. اقول لكم عامله ازاي، هشه جدا هشه جدا. بصوا عامله ازاي. بصوا انا وانا واقفه كده انا يعني مش قادره امسك نفسي معاكم في التصوير، وعماله اكل منها، هنا عليا اخلصها وانا واقفه. بصوا هفضل مستمرة في الأكل أهم حاجة. لا بصراحة طلعت تحفة قوي قوي قوي. جربيها.